السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة سنتر بكار مو سابقا وماسة حاليا. وجي سؤال مهم على الانبوكس عندي، اللي هو استشوار الدايم. ايه هو استشوار الدايم، وهل هو فعلا مختلف عن البروتين بالفعل ولا هو وهل بيستمر مدة بالفعل طويلة ولا ولا مدته قصيرة؟ أنا عايزة أوصل للبنات استشوار الدايم ما هو إلا أنواع من البروتين بنحلها بمية أو بأنواع من السيرم ونخفها وتبقى على هيئة مية كده وبترش بيها الشعر، تمام؟ بيتوزع عادي زي البروتين أو بالرش، وبنفضل ساعة ساعتين وبعد كده بنعمل باستشوار. وطبعا دي تعتبر خطوة مش صح، لأن البروتين بيبقى عايز حرارة عالية وكبس مظبوط علشان من الآخر يرص أحماض السيستين في روابط الشعرة. أما السشوار بيعملها نص ونص، ولذلك ما بيستمرش. يعني إيه؟ يعني بيقعد حوالي شهر شهرين ويبدأ يفك. ولكن أنا حابة بس الفكرة هنا أوصلها للناس، إن الاستشوار الدايم ما هو إلا جزء بسيط من البروتين، ما هوش حاجة مختلفة ولا هي تقنية مختلفة إطلاقا، هو البروتين ولكن مع استشوار وبنسب أقل. لكن استمراريته ما صراحة ما بيستمرش قوي، وكنتيجة ما بتديش النتيجة اللي هي اللمعة أو الشكل الهلسي أو الكلام ده، لأن هي بيبقى الحرارة السخنة غير الكبس المظبوط. وده كان إجابات عن استشوار الدايم. ولو عندك أي استفسار ابعتيلي على الخاص أو على لينك القناة.